يا صباح الفل يا مساء الجمال عليكم على حسب ما بتشوفوا الفيديو. شايفين الاكل اللي بياكل يا جماعه؟ هو ده الكلام. الكشري الاصفر او الكشري الاسكندراني من الحاجات السهله البسيطه السريعه اللي تاكلك بقى. انا ما صدقت كده ان في اكل للعيال من امبارح، فقلت بقى اخد بقى فرصتي واستحوذ على الاكله النهارده، لان هما ملهمش فيه قوي فانا بحبه بصراحه. هنا انا بحب اعمله بالبصله، يعني اصفر له بصله كده. البصله بتفرق جامد جدا جدا في الكشري الاصفر، جربوها تعجبكم قوي. في ناس كتيره يعني ما سمعتش عنه او ما جربتهوش وما تعرفوش. ده كشري اسكندراني بيتعمل بالعدس الاصفر، غير المصري خالص طبعا، اسهل بكتير بكتير. يعني ملوش كده خطوات وحلل وحاجات بسيطة وسهلة وبيخلص، فمفيش. بصوا، بعد ما صفرت البصلة شوية حطيت المية وحطيت طبعا كمون وحطيت الملح. خلاص، عندي كوبايتين من الرز وزيهم كوبايتين من العدس الاصفر. خلاص، ده قد ده. العدس بيكون قد الرز. غسلتهم كويس جدا. دول يعني طبعا يعتبر 4 كوبايات، انا حطيت 3 كوبايات من المية. تمام، دول يعني عشان 2 رز و2 عدس. في الكشري بقلل المية شوية عشان ايه ما يعجنش معايا. خلاص، يعني ممكن لو هم 4 كوبايات تحطي 3.5، بس ما تحطيش هنا في الوقت ده، ما تحطيش يعني المية بالظبط قد الرز والعدس يعني. خلاص، عشان ما يعجنش منك. اوكي. سبته بقى طبعا على نار هادية يستوي، وبندحرج البيض بقى زي بندحرج المسا كده. احنا بقى بندحرج البيض في السمنة البلدي مع شوية كمون، تمام، وملح وحاجة كده. خلاص، الوصفة خلصت، والكشري عندي مفرفر اهو، مش معجن ولا حاجة عشان قللنا المية. خلاص، احلى اكله يا جماعه، واسهل واسرع اكله، والاكله كده حرشه. شايفين الكلام؟ ايوه هو ده. جنبيها طماطم مخلله كده، تمام، بتنجان مخلل، بطاطس محمره، بيض مدحرج. كسان طيبه، خلصتي الاكله واكلتي وشبعتي ومية مية. وسيبك بقى من الفراخ واللحمه والكلام ده، وخليكي في الوصفات اللي زي دي. بصراحة تحفة جدا جدا. طبعا بنسلق البيض عادي، وبعد ما بنسلقه بنقشره، معلقة سمنة بلدي كده وشوية كمون وملح. جنب الأكلة دي شوية بطاطس محمرة، مخلل طماطم وبتنجان كده وفلفل حامي بقى، وميكس خطير بجد والله، ميكس خطير. طبعا الاسكندرانية كلهم واللي بيحبوا الكشري الاصفر عارفين انا بتكلم في ايه، ان فعلا الاكلة دي من احسن الاكلات اللي بتاكل. يعني بالذات كده ما كانش عندي بتنجان صراحة، فعملت بقى الطماطم المخللة كده سبايسي كده. جربي بس جربي وقولي ايه رأيك. لو الوصفة عجبتكم ما تنسونيش في اللايك. اشوفكم مرة تانية في وصفة تانية. باي.